3 أخطاء لازم تتجنبها إذا كنت حابب تتعلم اللغة الألمانية أو أي لغة تانية بشكل صحيح وسريع. تابع الفيديو للأخير. أول خطأ أنك تتعلم لفظ الكلمات الألمانية بأحرف عربية. نعرف أنه مخارج الحروف باللغة العربية بتختلف تمام الاختلاف عن مخارج الحروف باللغة الألمانية، لذلك أنت لما بتتعلم لفظ كلمة باللغة الألمانية بأحرف عربية هالشي رح يأثر سلبا على سلامة النطق عندك. الحل أنك تسمع لفظ الكلمة الصحيح. في كتير برامج بتقدم لك هي الميزة بحيث أنك تسمع لفظ الكلمة الصحيح بضغطة واحدة مثل برنامج أرابديكت. الخطأ الثاني أنك تدرس اللغة لساعات طويلة وتفكر أنه بهالأسلوب رح تتعلم اللغة بشكل أسرع. انت اذا بتخصص لكل كلمة جديدة يوم او لكل قاعدة جديدة اسبوع وقت رح تتطور باللغة بشكل اسرع بكتير. الخطأ الثالث انك ما تتحدث باللغة لخوفك من ارتكابك الاخطاء. الخطأ شيء طبيعي ووارد جدا بتعلم اي لغة، لانه ارتكابك الاخطاء هو اللي رح يوعيك على الصح. مو غلط انك تحب تحكي دائما بشكل صحيح، ولكن حدوث الخطأ ما بيعني نهاية العالم، وانما سبيل رح تعرف من خلاله الصح.